ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. رمضان كريم عليكم، وان شاء الله شهر خير وشهر بركة علينا كلنا بإذن الله. بصوا بقى، انا النهاردة يعتبر صاحية مرتاحة ومش مرتاحة. وانا النهاردة هعمل محشي. تمام. انا كنت بوريكم ان انا مجهزة من بالليل. بصوا، انا عاملة الصوبيا والتمر دول من بالليل، ومسبكة الصلصة من بالليل، وسلقة كمان الكرنب دوت من بالليل. تمام، يعني مجهزة الحاجات دي كلها. بصوا ما شاء الله. آه مجهزة الحاجات دي كلها من بالليل، من امبارح. قلت عشان خاطر بكرة طالما كرنب بقى تبقى كل حاجة ايه جاهزة. وكمان عندي غسيل، فمشغلة بقى كده في دورتين طلعوا وفي دورة لسه. المواعين دي بقى كانت بتاعة السحور بتاع امبارح. بصوا دي مواعين السحور بس. الطبق ده يا دوبك اللي غسلت فيه الفراخ. ده مكان التمر. بصوا يا دوبك اهو، يعني مش باقي ما عندي مواعين. انا كنت نايمه امبارح. كنت نايمه ايه، كنت مخلصه فطار امبارح وغاسله المواعين وعامله كل حاجه، وخلصت كله وغسلت المواعين وظبطت الدنيا وروقت الشقه امبارح. بصوا هي الدنيا عندي نظيفه. بس ايه، انا الحافظه اللي هي بتاعه الانتريه هنا نشفت خلاص، فانا بقى هكنس الارض وامسحها عشان احطها على نظافه. بصوا الزينة غلبت فيها، كل ما نلزقها تقع. يعني خلصت بكرة السلوتيب بصراحة. البكرة الكبيرة التخينة دي بنلزق بيها والله، عمالة تقع مش لاقي لها حل. واحنا مش بنحب يعني بصراحة ندقدق مسامير في الحيطة، يعني عشان ما نبوظش شكل الحيطة. او مش انا، يعني جوزي ما بيحبش يقعد يدقدق مسامير في الحيطة كتير. شغلت قرآن كده، قلت شوية بقى عيالي على طول كرتون، ما بيفصلوش الكرتون من على القناة خالص. ظبطت بس كده الانتريه، هو متنفض ومظبوط وكل حاجة وزي الفل. هكنس بس كده واشيل البطانية دي مكان ما اتسحرنا امبارح. انا يعتبر من وقت السحور بقى ما عملتش حاجة، كنت خلاص فصلت بصراحة، لان احنا امبارح فطرنا. وقمنا من على الفطار نزلنا على طول على التمرين. ما لحقتش ان انا اعمل اي حاجة خالص. جيت بقى من بعد التمرين، عملت بقى المواعين بتاعة الفطار، وظبطت شوية حاجات في الشقة وروقت يعني كده. بس اصلا ما لحقتش، لان احنا راجعين الساعة 1. رجعنا على الساعة 1. عقبال بقى ما عملت الحاجات دي في السريع وغسلت المواعين، رحت مجهزة السحور، قعدنا اتسحرنا. ما قدرتش بصراحة ان انا اقوم اروق بالليل، ولا اشيل ولا احط ولا اعمل تاني، ولا حتى اغسل مواعين السحور. بصراحة كنت فصلت. انا المحشي التسبيكة عملتها، هي والكرنب والحاجات دي كلها جهزتها. والله انا بعمل نفس الفطار يعني، وانا بجهز الفطار اخر النهار كده كنت بسلق الكرنب وفي نفس الوقت بسبك التسبيكة وبعمل الفطار. انا كان الفطار كان عندي الطواجن المكرونه البشاميل جاهزه هتتسوى بس. عملت لها بقى سلطه وعملت بطاطس محمره جنبها. بصوا فريده بوظت لي الفريزر ازاي، بقى مش عارفه اعمل معاها ايه بصراحه. بقى في المطبخ ومره واحده سمعت حاجه عماله تعمل تك 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 جامده قوي. ايه ده ايه ده ايه ده، وجيت جري لقيتها ماسكه البتاع اللي عليه وعماله تشده. المهم ايه كده، ظبطت الدنيا اهي وخليتها زي الفل. فرشت المصلية تاني في الركن البعيد الهادي ده بتاعي. هولع بقى النهاردة بخور. قلت ابخر كده. انا عديت على الشقة كلها، يعني روقت كده ومشيت على الشقة كده في السريع. بس ما كنستش ولا مسحت، يعني هي الأوضة دي بس عشان خاطر اشيل البطانية واحط الحفظة. الدنيا عندي زي الفل، يعني مفيش غير ايه شوية المواعين اللي في الحوض اللي هم بتوع السحور بس. بصراحة مش هفضل ان انا اغسلهم دلوقتي. امسك كده بخر. حلوة بقى الحتة بتاعت البخور دي جميلة. ياه، بصوا جوزي عمال يقول لي هاتي هنا شوية وحطي في الأوضة هنا شوية وبخري هنا حبة ومش عارفة ايه. قلت له خلاص ماشي. قال لي وبكرة كمان شغلي، بكرة الجمعة شغلي بقى وكده. حطيتها هنا حبة، وحطيتها تحت عند المصلية حبة، ودخلتها في أوضة النوم حبة، وحطيتها بره في الصالة حبة. بصوا مشيتها على الشقة كلها يعني بصراحة. المهم بقى دخلت كده. انا كده يعتبر ايه، مخلصة نص المهمة. يعني مخلصة نص المهمة. ومطلعة كمان كيس الملوخية، حطها على الحلة بتاعت الشوربة كده بعد ما طفيت عليها عشان ايه الملوخية تفك على طول. جبت بقى ايه البهارات بقى. انا ما بحبش اسيل ايه، محبش اشيل الصلصة ببهاراتها، بشيلها زي ما هي كده من غير اي حاجة،
واما باجي اعملها بقى بحط فيها كل حاجه وازود شويه زيت وكده. الخضره ملحقتش ان انا اجيب خضره فريش النهارده. فطلعت بقى كيسين كده من اللي هما متفرزين في الفريزر. بصوا خضره اهي زي ما هي ما شاء الله عليها، حلوه جدا. اهم حاجه ما تشيليهاش فيها نقطه ميه، هتطلع خضره وجميله وزي الفل. بتنفعني بقى في الاوقات اللي زي كده. يعني انا كنت عامله حسابي ان انا هعملها فريش. الملوخيه فريش النهارده، البتاع ده الكرنب فريش والصلصه فريش وكل حاجه، فكنت عايزه اجيب الخضره كمان. بس ولادي كان عندهم دروس بصراحه، وما كانش في حد ان هو ايه ينزل يجيب لي خضره، وانا ما كنتش هلحق. عامله التمر والصوبيا من بالليل عشان اظبط برضو السكر بتاعهم. البلح كده كده بنحطش عليه سكر، فقلت الصبح بقى بقطعه لان احنا مش بنحبه يبقى بايت في اللبن. يعني بيبقى مهري كده، مش بيبقى حلو. احنا بنحبه ناكله نلاقيه زي ما هو. المهم كده فصصت البلح. هعمل على قد الدورق الصغنون دول، وعندي حبة لبن صغيرين النهاردة. فايه يعني هعمل على قد. احنا النهاردة حماتي هتطلع تفطر معانا، فالنهاردة هنفطر سوا مع بعض. عملت لنا اول يوم محشي، واحنا النهاردة برضو هنعمل لها محشي. عايزة اقول لكم يعني بصوا اليوم كان زي العسل بصراحة. اليوم كان حلو جدا النهاردة، ما شاء الله عدى جميل واكلنا. وبصوا يعني كان يوم. العيال اللي كانوا مرخمين ما بيبطلوش زن خالص، ما بيبطلوش ماما 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 بابا بابا تيتا خليه يسكت، تيتا خليه يوعى، يا ماما بصي يا بابا بص. العيال بجد ربنا يهديهم يا رب. الماما حط شويه زبيب كده، شويه جوز هند، والزبيب عندي جايباه كبير، الحبايه بتاعته كبيره فبقطعه، لان هو بعد ما بيتحط على اللبن يعني بينفش شويه. واحط بقى شويه لبن وكده. لو وصلت لحد هنا الحروف مش عارفه طايره ليه. بس لو وصلت لحد هنا وما حطيتيش لايك، حطي لي لايك واشتركي في القناه لو مشترك، لو لسه يعني اول مره تشوفيها. الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يجيلك بيه اشعار. وكمان لو انتي اصلا بقى معايا على القناه، آه تمام ماشي، بس علقيلي بقى لان انا مش عارفه في يا جماعه بتخشوا وتخرجوا ولا لايك ولا كومنت ولا اي حاجه خالص. يعني حسسوني بوجودكم كده. تمام. قولوا لي عملتوا فطار ايه النهارده، وقولوا لي قضيتوا اليوم فين، في البيت ولا كنتوا معزومين ولا كنتوا عازمين حد. قولوا لي كده. هو رمضان شهر اللمة بقى والعزومات والحاجات دي. يا رب كده يبقى دايما شهر الخير علينا يا رب، وكل رمضان يجي يغير لنا السنة كلها، يبقى بداية سنة جديدة جميلة يا رب بإذن الله، ويحقق لكل واحد كل اللي بيتمناه يا رب. انا هنا عملت الخلطة، قسمتها نصين. قلت عشان هشوف هحتاجها ولا مش هحتاجها، عشان بصراحة محبش ان انا ابقى عكاها كده كلها وما احتاجهاش. بس يعني عايزه اقول لكم ان احنا احتاجناها، خدناهم كلهم يعني خدنا كله. ودي الصلصه بقى الزياده هشيلها في الفريزر زي ما هي كده، اما اطلعها تبقى على الرز والبهارات والخضره بس. هنا الفراخ كانت خلاص استوت، وحطيت شويه شوربه بقى عشان الملوخيه. وهنا ده حبه الرز اللي اتبقوا من الخلطه، عندي ادم بيحبهم قوي كده بشوربه، يشربهم بشوربه. ودي حله الكوسه خلصت، ودي حله المحشي خلصت. الكوسه دي كنت جايباها شوربه خضار لادم، كان نفسه في شوربة خضار. ودلوقتي وانا بعمل المحشي قلت والله اللي انا جايباها ومقوراها وعاملاها بالمرة. بصوا ادي المواعين. مواعين المحشي بقى مع مواعين السحور بتاعت امبارح. بس مش مشكلة، ولا كني شايفاها، عامل نفسي مش شايفاها خالص يعني بصراحة. بقيت عماله اقول له كلي ادم محشي، وهو بياكل الكوسه اقول له ايه، تخيل انك بتاكل بقى شوربه خضار. هو يعني نفسه فيها، وانا اقول له ايه ان شاء الله ان شاء الله. وجبت له الكوسه على اساس اعملها، وجايباها صغنونه ورفيعه، وشلتني وانا بقورها اصلا لان انا مش جايباها للمحشي. بس ايه والله طلعت زي العسل، يعني ما شاء الله طلعت حلوه. اللمه يعني اللمه بتخلي اي حاجه حلوه، واحنا ملمومين كده. آه معرفش، بحس ان الاكل ليه طعم تاني. يعني مع ان هي ماما بس اللي كانت معانا، يعني فرد واحد بس زياده علينا، بس تحس بلمه. يعني اللمه بتخلي حتى العيال ذات نفسها. بصوا بقى الطشه دي، بصوا بصوا اكنك بقى ايه عند صبحي كابر بقى. بصوا ما شاء الله بحب اعمل الحركه دي قوي. انا جايبه الطاسه دي مخصوص اصلا للطشه. بصوا كده الوحش خلاص اهو، كان قرب والفراخ طلعت حمرتها.
لسه مغطياها كده عشان ما تبردش. وكنا صبينا بقى التمر والصوبيا والبلح والحاجات ديت، وقلت لهم بقى طلعوا الصينيه والمشروبات والحاجات دي بره عقبال ما نغرف هنا. بصوا هحط بقى حبه. انا عايزه اقول لكم، انا بقيت اقول لهم ايه، بصوا انا هحط، والمحشي بيبقى عايز يتاكل سخن فناكل، ولو عوزنا تاني هنحط، بس يبقى في الحله وسخن. عايزه اقول لكم كل اللي انا غرفته ده رجع تاني، وكلنا قمنا واكلين وشبعانين الحمد لله. بصوا منظر الملوخيه ما شاء الله عليها، كانت تحفه. كنا بنشربها شرب كده بس برضو آه مش عارفه كلنا وشبعنا يا جماعه والله العظيم. والاكل ما شاء الله ما شاء الله زي ما هو، يعني بجد بجد ما شاء الله البركه في الاكل. يعني ربنا لما بيبقى مبارك كده الحاجه بتبقى ما شاء الله زي الفل. بصوا حطوا لي لايك بقى يا جدعان، حطوا لي لايك بقى ما تجننوني. حطوا لي لايك، انا بتعب في الفيديوهات دي قوي على فكره، وبجريها لكم علشان ما تبقاش واخده وقت طويل. احنا في رمضان، وبقول بقى ايه يعني ما اطولش عليكم في الايام العاديه عادي مش مشكله، بس برضو عشان الفيديو مبقاش طويل وما عطلكيش عن صلاه، عن حاجه، عن وراكي قرايه قران ولا حاجه، لا تبقي خدتي فكره مثلا في الفيديو عن اكله، عن حاجه تبقي اتشجعتي. احنا في الفيديوهات دي كمان بناخد افكار من بعض، هعمل اكل ايه بقى على الفطار بكره، اعمل ايه اليوم اللي بقى كده. فمش عايزه اطول عليكم في الفيديوهات عشان خاطر ما عطلكوش بقى عن الصلاه والقران والحاجات دي كلها. بس بعد رمضان ان شاء الله بصوا الفيديو هيقعد نص ساعه، نعمل لكم فيديوهات نص ساعه. انا بحاول دلوقتي على قد ما اقدر اخليها يعني اقل وقت ممكن، وممكن ان اليوم بتاعي اقسمه لكم على فيديوهين بس مش مشكله. عشان خاطر ما بقاش مطوله عليكم. يعني لو انتوا عايزينه يبقى طويل تمام اوكي مفيش مشكله، قولولي قولولي يعني عادي مفيش مشكله. المهم حطوا لي لايك، انا بتعب جدا بالفيديوهات دي والله العظيم، بتعب جدا لان انا كان بقالي داخله في 4 سنين مش بصور، ناسيه كل حاجه بجد بجد، ناسيه كل حاجه. انا ناسيه منتج ازاي، ناسيه احط الستاند ازاي اصلا بتاع الموبايل. يعني انا حتى يعني بقعد احطه كده واحطه كده واجيبه كده، وساعات في حاجات بعد ما بعملها بكتشف ان انا ما صورتش، في حاجات ببقى ناسيه ان انا اشغل التليفون، يعني مش عارفه. بس واحده واحده كده مع بعض ان شاء الله باذن الله، كده واحده واحده الدنيا تبقى زي الفل. والفتره الجايه بقى بصوا عمالين ننضف اهو ونعمل في الشقه، نجيب معاكم جزء جزء كده بنعمله ونتشجع مع بعض. كنا بنقول ايه يا جماعه، العلم جننني مش عارفه اسجل لكم. المهم ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هنزل فيديوهات حلوه، كل فيديو كده نمسك جزئيه نظبطها ننضفها نعملها. احنا منضفناش تنظيفات قبل رمضان، انا طول عمري بسمع عن تنظيفات العيد. تنظيفات قبل رمضان دي بتبقى تسهيلا للعيد صح كده، فاحنا ما سهلناش على نفسنا قبل رمضان بس هنسهل في رمضان باذن الله. من هنا لحد العيد نكون خدنا حاجه حاجه كده جزء جزء باذن الله. هنا بقى كنا فطرنا خلاص، ده والاكل كله بقى حولناه خلاص على المطبخ ودخلنا الاكل وكله. وانا بقى حاسه ان انا فاصله المج اللي كنت جايبه اشرب فيه مشروبات وانا بصلي. آه ما بلحقش اشرب مشروبات ولا بلحق اعمل حاجه. عايزه اقول لكم يعني بصوا فاصله فصلان، لان انا بفضل صاحيه لحد الفجر مش بنام، وبصحى الصبح بدري عشان الدروس بتاعه العيال، بصحيهم يروحوا الدروس وكده، فبحس ان انا ما بنامش واجي في وسط اليوم. عايزه اقول لكم انا باجي بعد الفطار والله العظيم ما ببقى قادره اقوم، مش قادره، بس بفطر وانا طايره بطير عشان التمارين. النهارده في تمرين بس طبعا ماما بتفطر معانا وجوزي اجازه، قلت بقى خلاص مش مشكله النهارده، هي فريده مظلومه في موضوع التمارين ده، هي اللي على طول بغيبها يعني. بس ايه قلت مش مشكله النهارده، مش هننزل بقى ولا نروح في حته. هعمل شويه نسكافيه كده صغننين على القد بس يفوقوني، فاهمين يعني يفوقوني بس. هقعد اشربهم واحاول ان انا افوق، احاول ماشي. يعني انا بسجل لكم دلوقتي الصوت اصلا وانا بشرب حبه النسكافيه اللي في الفيديو دول، خلصتهم والله وقعدت قلت اسجل لكم على طول عشان خاطر ما اتاخرش عليكم في الفيديوهات برضو. اعوضكم بقى ال4 سنين اللي قطعناهم مره واحده دول ماشي. اهو المهم هاخدهم بقى واروح اشرب
واقول لكم ان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسيش لو ما حطيتيش لايك تحطي لايك وتشتركي في القناه. وقومي كده بقى تشجعي، لو وراكي مواعين قومي اغسليها، لو وراكي صلاه ومكسله عليها قومي صليها. لو في ورد قرآن انت لسه ما قريتيهوش اقريه. قوموا كده احنا بنشجع بعضينا. قوموا كده تشجعوا، اكتبوا لي في الكومنتات قمتوا دلوقتي عملتوا ايه. بصوا انا كنت رايحه اشرب بقى حبه النسكافيه وهم قاعدين بيتفرجوا على رامز. ده كان بعد الفطار على طول. هقعد اشرب حبه النسكافيه واشوف بقى. انا بسجل لكم دلوقتي اذا كنت ايه هعمل ايه. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.